السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله بألف خير. وياكم الاستاذ عباس على الغالبي. طلاب ان شاء الله نتكلم عن العطلة اللي هي احتمال اسبوع او 8 ايام او 10 ايام. فخليكم وياي لنهاية هذا الفيديو. هل راح تشمل كل المدارس او فقط المدارس المشمولة بالانتخابات؟ طلاب، بداية انه العطلة مؤكدة و100% ورسمية من التربية. تمام؟ العطلة لمدة 8 ايام اللي هي من هاي الثلاثة، ثلاثة اربعة خميس جمعة سبت احد اثنين ثلاثة، احسبهن راح يطلع عندك 8 ايام. التربية لحد الآن وزارة التربية نزلت بيان وكتاب رسمي قالت لجميع المدارس اللي بيها انتخابات أو ما بيها انتخابات ابتداء اليوم الثلاثاء لحد الأربعاء، يعني الثلاثاء القادمة هم عطلة. خوش. أو خلينا نشوف وزارة التربية شنو راح تحدد بعد. احتمال راح تلغي، أو احتمال تسويهن 10 أيام، أو احتمال تخلي فقط المدارس اللي بيها انتخابات. فأنا راح انشر لكم هنا بقناتي اي شيء يصير انا انشره على قناتي مال التليجرام، ما ظل انشر كل ساعه على اليوتيوب. قناتي مال التليجرام حطيت لكم اياها باول تعليق، ادخل اشترك بيها وانتظر الكتاب الرسمي اللي انزله لك. لحد الان القرار 8 ايام الجميع مدارس العراق، ومن الممكن يتغير هذا القرار. في امان الله وحفظه.